تعالوا اقول لكم النهارده على سر الكريب، ويبقى طري وجميل وطعم كده معانا، ما يكلكعش مننا خالص. واحنا النهارده هنعمله سويس رول طريقه مختلفه. شايفين هو مورق ازاي ومظبوط؟ ولا هو تخين ولا هو رفيع، هو مظبوط. هنبقى عايزين بيضتين، معلقه صغيره فانيلا، 3 معالق كبار سكر. نقلبهم كويس جدا جدا لغايه ما يدينا اللون الكريمي ده، وبعدين نحط عليها معلقتين زيت ومعلقه سمنه. اهم حاجه تبقى السمنه دافيه وانها تكون دايبه. وبعدين نحط عليها 1.5 كوباية دقيق منخول، وكوباية وتلت لبن على حسب القوام، يعني احنا نحط اللبن بالتدريج. وبعدين نقلب كويس 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 لغاية ما الدقيق كله يدوب. لو احتاجنا لبن زيادة نحط، بس ما نحطش مية خالص. وبعدين نحط معلقتين صغيرين كاكاو. وبعدين في طاسة سخنة مدهونة زيت هنحط جزء من العجين لغاية ما يبدأ يتشمع بالمنظر ده. وبعد كده نقلبه، نقعد نقلب فيها كده بقى على كل وش لغاية ما تاخد اللون ده. هي عموما كل وش بياخد تقريبا 4 دقايق. هنرصهم بالشكل ده علشان نعملهم رول. بعدين نروح حاطين عليهم كريم شانتيه. طريقة الكريم شانتيه هتلاقوها موجودة عندكم تحت في الديسكريبشن. بعد كده نبدأ نفرد في الكريم شانتيه كويس في الكريبات. اهم حاجة ان كله يبقى بنفس السوا عشان نعرف نلفها كويس بعد كده. بعد كده نبدأ نطبقهم كده علشان يبقى سهل علينا اللف. بصوا هي سهلة خالص، وفكرة حلوة جدا لما يبقى عندنا ضيوف، هتبقى شيك جدا في التقديم. وبعدين نحط عليها صوص فادج. ده صوص فادج عادي، انا كنت عملته قبل كده. وبعد كده ندخلها التلاجة لمدة 2 ساعة وبعدين على التقديم على طول. بصوا هي سهلة خالص خالص، وبتدي نتيجة رائعة زي ما انتوا شايفين كده، وبتبقى حلوة جدا جدا لو عندنا ضيوف. شايفين شكلها حلو من جوه ازاي؟ ما تنسوش بقى تقولولي رأيكم فيها ايه.